مساء الخير على حضراتكم. معايا يا جماعة حلقة مثيرة جدا جدا، أتمنى إن انتوا تتابعوها من الأول للآخر، وفيها أخبار كلها جديدة، يعني بتنشر لأول مرة على الوسط الرياضي بالكامل. زلزال في الأهلي، عودة تريزيجيه، هروب إمام عاشور، هجوم قناة الزمالك على شيكابالا، بديل صبحي، مفاجأة نجم الأهلي. ما تنسوش يا جماعة، يعني فضلا وليس أمرا، مهم جدا جدا موضوع اللايك والشير والاشتراك في القناة. وأنا عارف إن جماهير الزمالك مش هتخذلني. في الحقيقة يعني لا حديث في النادي الأهلي هذه الأيام فوق صوت كأس العالم للأندية في نسخته الأولى. هيبقى عامل كده زي كأس العالم للمنتخبات، هيبقى مكون من 32 فريق. هتلاقي بقى مانشستر سيتي على ريال مدريد وبرشلونة، ليفربول، انتر ميلان، بايرن، يعني من ألمانيا وإيطاليا. عظمى القوى الكبرى في كرة القدم. كل الفرق العالمية 12 فريق من أوروبا. فالنادي الأهلي بيفكر أكيد طبعا جديا لتقويض صفوفه، عنده آمال وطموحات إن هو يعني ياخد مركز متقدم في كأس العالم في نسخته الأولى مع الفرق العظام دي كلها. ففي تفكير في استعارة تريزيجيه أو شراء تريزيجيه من نادي طرابزون التركي. وانا يعني هعلق لكم برضو واقول لكم ايه رأيي على الاخبار المنتشرة دي. طبعا يا جماعة يعني تريزيجيه بالعقل كده تمنه 12 مليون دولار، من 12 ل 15 مليون دولار. ما اعتقدش ان النادي الاهلي يملك حتى تمن فلنة تريزيجيه اللي تتعدى ملايين الدولارات. طبعا هم بيحاولوا مع اللاعب، يعني هو لو جه النادي الاهلي اكيد هيبقى كابتن النادي الاهلي، ان هو اقدم من كل اللاعبين، ايضا اللعب على الناحيه العاطفيه. ولكن تريزيجيه آه، تمنه غالي جدا على اي نادي مصري. هنشوف الفتره اللي جايه هل هينجح الاهلي ولا لا. مع توقعاتي ان لا، يعني بنسبة ضئيلة جدا جدا لا تتخطى 1% ان النادي الاهلي يحصل على خدمات تريزيجيه، بجانب ايضا ان معروض عليه اغراءات كبيرة جدا سواء من الدوري الانجليزي او الفرنسي او الدوري الايطالي. فما اعتقدش ان تريزيجيه هيفرط في الاحتراف الاجنبي ومسيرته الاحترافية الناجحة جدا جدا ويجي النادي الاهلي. ايضا يا جماعه انتشرت اخبار في يعني خلال ال 24 ساعه الاخيره ان انديه كتيره جدا بتطالب بخدمات وشراء نجم مصر ونجم النادي الاهلي لاعب الزمالك السابق امام عاشور بشرائه من النادي الاهلي. مفاجاه من العيار الثقيل ان النادي الاهلي موافق، ولكن بقيمه ماليه لا تقل عن 8 مليون دولار. هل احد الانديه السعوديه هتقدر تدفع او هتوافق ان هي تدفع الارقام الكبيره جدا دي في امام عاشور؟ ولو سالتوني رايي ايه، اكيد طبعا امام عاشور يستاهل 8 و10 مليون دولار كمان. ايضا معانا خبر يعني عجيب جدا، هجوم قناة الزمالك على شيكابالا. نادي الزمالك كان منزل صورة كده لشيكابالا وكاتب عليها ايقونة نادي الزمالك. خشوا يا جماعة على التعليقات، يعني معظمها كان هجوم على شيكابالا. كلهم يعني في تعليقات كتيرة جدا كان يعني مضمونها خلاص كبرت يا شيكابالا، خلاص حفظنا اللي انت هتاخد الكورة من اليمين وترقص على الشمال. خلاص يا شيكابالا انت مش قادر تجري، الفريق بيكسب من غيرك. تعليقات كلها خلاص يا شيكابالا لازم تعتزل. في الحقيقة يا جماعة يعني انا مش شايف في تبرير للهجوم الكبير ده. بس من الناحية التانية لازم اللاعب يكون ذكي. يعني كلنا مثلا لما شفنا لاعب بقيمة حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ده ابن الأسطورة حمادة إمام، وما أدراكم حمادة إمام في الستينيات والخمسينيات
ابن الاسطوره بقى يعني في الثلاثينيات، حارس مرمى نادي الزمالك يحيى الحريه امام، واعتزل، وبرضه الجمهور زام عليه وقال له اعتزل يا حازم. وكان لاعب كبير جدا جدا. فعلى شيكابالا ان يراجع نفسه، وزي ما قلت لكم اللاعب الذكي اللي ما يستناش ان هو يخرج من الملعب بطريقه يعني غير لائقه، لازم يخرج وهو في امج مجده. فعلى شيكابالا ان هو يراجع نفسه اكتر من مره، وهو اللي يتخذ القرار يا جماعه قبل ما يجبر على الاتخاذ عليه بطريقه غير لائقه. في الحقيقه يا جماعه يعني نادي الزمالك عنده ماتش مصيري يوم الاحد القادم، اكون او لا اكون، ماتش حياه او موت. لازم لعيبه الزمالك يبقوا رجاله ويثبتوا لجماهير نادي الزمالك ان هم قد المسؤوليه. لا بديل عند جماهير نادي الزمالك عن الفوز، والا اللعيبه دي هتذهب في مجاهل التاريخ. ايضا يا جماعه مصير المدير الفني جوزيه جوميز مهدد، لو ما حصلش على الكونفدراليه هيسقط تماما امام جمهور الزمالك، وهيبقى لا بديل عن رحيل مستر جوزيه جوميز. خدوها مني، مش هيقدر يستحمل ولا هو ولا مجلس اداره نادي الزمالك الضغوط الكبيره جدا جدا على النادي في حال خساره. هتبقى خسارة طبعا مدوية وخسارة تاريخية مؤسفة، لا قدر الله، أمام فريق مجهول الهوية يا جماعة، غير مصنف إفريقيا، حديث العهد، بقاله 10 سنين بس منذ إنشائه، فريق دريمز الغاني. نتمنى كل التوفيق، وإن نادي الزمالك يعدي من المحنة والثغرة الكبيرة جدا جدا. نادي الزمالك يا جماعة إن شاء الله هيسافر يوم الخميس بطيارة خاصة مع الكابتن حسين لبيب، هيبقى رئيس البعثة مع الكابتن أحمد سليمان، وأغروا اللعيبة بمكافآت تاريخية. هتبقى لأول مرة في نادي الزمالك، هتبقى فرحة كبيرة جدا لجماهير نادي الزمالك المحرومة من البطولات من سنين طويلة جدا، نظرا لسوء الأداء الفترات السابقة من مجالس إدارات، من صراعات، قول زي ما انت عايز تقول. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك وشير للفيديوهات. طبتم ودمتم في رعاية الله وأمنه. عاش الزمالك العظيم. تحياتي لكم والسلام. ختام.